سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم حلوى جافة تجي بزاف من هنا، وصفة تجارية. الطريقة نتاعها جد سهلة وبسيطة والبنات صدقوني روعة. بلا ما نطول عليكم كما العادة نجوز مباشرة نتعرفوا على المقادير، طريقة التحضير. نبداو على بركة الله، بسم الله. هنا انا درت كميه، يعني قسمت الكميه. البنات اللي يحب يضاعف يقدر يضاعف، اما اللي يحب يجرب ولا يقدر يدير كما درت انا. هنا نحتاج 125 غرام تاع مرقارين تكون بدرجه حراره الغرفه. نضيف عليها بيضه وصفار بيضه. نضيف عليها حوالي 60 غرام تاع سكر ناعم ما يعادل 3 مغارف كما راكم تلاحظوا. ونضيف عليها ملعقه نتاع الحليب، ونضيف عليها ملعقه صغيره نتاع قهوه، قهوه سريعه الذوبان كما راكم تلاحظوا. البنات اللي ما يحبش يعني الذوق تاع القهوه ولا هو ما راحش يبان البنات، لانه راح نديروا فيه 3 نكهات البنات، يعني راح يعطيكم ذوق جد مميز البنات. نخلط هذيك القهوه، يعني نذوبها في هذيك الملعقه نتاع الحليب البنات، ونضيفها للخليط هكذا. من بعد لهنايا نضيف ملعقه كبيره ونصف نتاع نواه كوكو البنات، وعندنا لهنايا 2 ملاعق كبار نتاع مايزينا. عندنا كذلك رشه نتاع الملح الكاكاو البنات، ما يعادل 10 حتى ل 15 غرام. عندنا ملعقه كبيره نتاع شوكولاته الطلاء البنات، استعملت لهنايا المرجان، استعملوا اي نوعيه تكونوا يعني تحبوها البنات بطبيعة الحال. لهنا إذا كانت تجاري بطبيعة الحال نستعملوا يعني شوكولا تكون يعني أقل ثمن، أما إذا كانت للمنزل ولا بطبيعة الحال يعني ديروا واش حبيتوا. هنا عندنا على راس الملعقة فقط، يعني تخمير كمية أي ما يعادل 3 غرامات فقط البنات كما راكم تشوفوا. ومن بعد إما نخلطوهم باليد فقط ولا بالفوي، أم تقدروا تستعملوا كما تقدروا عفوا تستعملوا الضرب الكهربائي قسم يتجانسون المكونات فقط هكذا بهذه الطريقة. هنا اللي يحب الفاني البنات يقدر يستغنى على الكاكاو بطبيعة الحال ويدير العجين تاعو بالفاني البنات هكذا. من بعد نطم بيدي حتى نتحصل على عجينة تكون طرية البنات، يعني تكون طرية بزاف، يعني كما نقولوا فقط ما تتلاصقش. هكذا بهذه الطريقة. هاوليكم القوام تاع العجينه نتاعنا البنات، نخدم بها مباشره. لهنا اللي عنده المول يعني تاع الكعكات المول تاع الكعكات البنات يقدر يستعمل، اللي ما عندوش ولا عنده اي مول تقدروا تستعملوا. انا عندي يعني متوفر عندي هذا البنات، بصح فقط يعني كي نروحوا نرمضوه ما راحش يبان، ولا يعني ما راحش يبان ماشي شرط نتاع الكعكات. استعملت هذا تاع النقاش البنات. من بعد نجيب العجين تاعي وندير في المول. هنا فقط يعني شويه شوفوا راح يجيكم عالي يعني مش كما تاع الكعكات البنات، لانه الحجم نتاعو شويه يعني العلو نتاعو ناقص على هذا شويه هكذا. ونكونوا مشعلين الفرن بطبيعه الحال مسخن مسبقا على 170 ولا 165 درجه حتى وين يطيب لنا الصابلي نتاعنا، لانه اللي يكون عالي يعني شويه يطول على الصابلي العادي. وبالنسبه للكاكاو ثاني يعني ما تغفلوش عفوا عليه، يعني ما نطيبوش فوق الحساب نتاعو لانه ما راحش يبان. يعني كي تشوفوه نشف من الفوق، خصوصا اذا درت تاع الكعكات يعني بالخف راح يطيبكم على هذا. هنا انا كي نحيت له المول عاود رجعته شويه فقط باش يزيد ينشف لي من الفوق، كان شويه خاصو من الفوق البنات لانه المول تاعي شويه عالي كما راكم تشوفوا. من بعد ما طاب لي خليته يعني يهفت غير شويه، يعني يقعد دافي شويه البنات يعني سخون كما نقولوا هفتو غير شويه. ونجيب لهنايا كميه نتاع الحسل البنات، ونضيف له المعجون ولا المربى نتاع المشمش البنات. فقط الحسل دائما يكون غالب على المعجون البنات باش يكون القوام تاعو شويه سائل. هنا فقط البنات اللي يحب اي اضافات يضيف، يقدر يزيد يخفو ملعقه نتاع الماء. كاين اللي يبغي يضيف ملعقه نتاع المزهر ولا اللي يحب ريحه المزهر
من بعد البنات نديرو هذوك الحبات، يعني نغطسوهم في هذاك الخليط ونقطروهم بهذا الشكل، من بعد نرمطوهم. هنا يكونوا مازالوا دافين البنات بطبيعة الحال باش يتشرب شوية، من بعد نهبطوا هذاك الزائد باش ما يرفدلكمش كمية كبيرة من لا نوات كوكو. هكذا بهذه الطريقة. من بعد نجيب نغطسهم في النوات كوكو البنات كما راكم تلاحظوا ونرمدهم فيه. هكذا بهذه الطريقة. من بعد نجيب شوكولا للطلاء البنات ونبوشيها بهذا الشكل البنات. هنا إلا حبيتو القوام تاع الشوكولا يعني تجيكم متحوف ولا تقدروا ديروه في الثلاجة يعني يشد روحه شوية، من بعد تبوشيو يعني الشكل نتاعو راح يجي أحسن ملي تخدموا بها مباشرة. هكذا وهاوليكم الشكل النهائي نتاع الحلوى نتاعنا، يعني تجي بزاف المنظر ولا الشكل نتاعها شباب البنات، وتجي طرية البنات وتذوب في الفرن البنات، بما الذوق نتاعها تجي بزاف بنينة البنات. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. شوفوا الصابلي نتاعنا من الداخل يعني يجي روعة. هكذا بهذه الطريقة البنات ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. الى عجبكم لا فيديو بطبيعة الحال ما تنساونيش بجام خلوا لي رايكم في التعليقات، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تهلاو في رواحكم ونلتقي في وصفة اخرى باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.